النهارده يا جدعان حصل حاجة وحشة قوي. كلب البيتبول عنده التهابات في رجله، ودلوقتي احنا رايحين نكشف عليه عند الدكتور. خليكم معانا، احنا رايحين عند الدكتور دلوقتي يا جماعة. وصلنا عند الدكتور اهوت وهنخش نكشف عليه. خليكم معانا، تعالوا. دلوقتي يا جماعة رفعت بيرفعه على الترابيزة اللي هي بتاعت العيادة، والدكتورة هتكشف عليه. هي رجله اللي هناك دي تشوفوها دلوقتي وهي بتبص عليها، وادت له كام حقنه كده، هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. وحاجه صعبه قوي يا جماعه والكلب كان بيتوجع قوي، وصلاح كان صعبان عليا جامد. اهي الرجل دي يا جماعه، شوفوا ورمه ازاي من تحت، غير رجلي، يعني غير رجلي كلهم. رجلي دي اللي ورمه، مش عارف من ايه الصراحه والله، وصعب عليا جامد. وهنشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل، والدكتوره هتعمل ايه وهتديله ايه، وهياخد حقن يعني عامة. اتفرجوا معانا دلوقتي. خد حقنة يا جماعة للسخونية وكده، يعني مش عارف، قالت لي السخونية وحاجة كمان، السخونية والالتهابات. وهتدوله كمان واحدة تانية برضو، دي ما حصلوش يعني، هو متوجعش قوي عشان كان تحت الجلد مش في العضل. ودي يا جماعة اديتها له في العضل، كان بيتوجع قوي يعني. انا كنت ماسكه انا ورفعت، واخدها بسرعة دي عشان القراد يا جماعة، ده عشان القراد، لان رجله كان فيها قراد من تحت، يعني منضفين السطح جامد وعاملين حوار القراد ده. وهنا يا جماعه رفعت يبص على جنزير ويبص على حاجات للكلب. الجنزير ده حرفيا انتوا لو مسكتوه في ايدكم عامل شبه جنزير الاسد بجد والله العظيم. رفعت بيتفرج عليه وعايز يتفرج على حاجات للكلب واكسسوارات يعني وكده. زي ما انتم شايفين رفعت قاعد يتفرج على الاكسسوارات، وكل الناس ادعوا له يا جماعه ربنا يشفيه، لانه هو تعبان متتسووش.